تعالى لي تعالى لي على هبد والاختراعات. الكعك بقى بالبيستاشيو يا ام احمد. فده وحش، خليني صريح معاك، وده اوحش من اللي فات وبيكسر خش. اكيد سمعتوا عن الحرب اللي دايره في السوشيال ميديا دلوقتي. ما تيجي نولعها اكتر ونقارنهم ببعض. نبتدي بالكعك الساده وهو ب 45 و45 برضك الناحيه دي، الاتنين نفس السعر ونفس التغليفه ونفس العلبه. ويا ترى نفس الميزان ولا ايه الكلام؟ ما تيجوا نوزن يا جماعه كده ونسمي الله ونشوف العلبه قد ايه. علبه بلبن نص كيلو، وعلبه العبد 475 جرام، يعني فرق يا عزيزي حوالي 30 جرام. نحط السكر ونرجع تاني. وحضرنا كوبايه الشاي وحطينا السكر ونسمي الله. كعكايه تحترم، طعم السمنه موجود، كعكايه فيها سمسم محترم وطعمها حلو. خش على اللي بعده، مع انك انت ليا معاك بس يلا هنقارن بامانه وبعد كده نتكلم. صراحه بردك طعمها حلو ولكن مفروله شويه، وده شكله موضوع. بص تعالى لو قربت كده ما بين الاثنين اتفرج في الشينه، تحس ان دي مشققه شويه وتحس ان هي فعلا يعرف لما تيجي تقطمها اللي هي تقع من ايه، من وانت بتقطم كده. هنا لما جيت قطمتها الصراحه كانت 10 من 10. مش يعني بص اديهم الاثنين ايه 10 من 10 وخش على بعض. خش بقى على الكعك ابو عجوه وبردك 145 اتنين نفس الاسعار، نفس التغليف، نفس كل حاجه. جميله ولكن تتساقط، عارف انت ايه، مش مستحمله. حلوه بس عيبها اني بتفرول. خش على بس بق شاكر عشان نفصل. بص انا بحب العبد بس هنا الحشو اكتر الصراحه ومتماسكه اكتر. انا اللي مضايقني في الكعك ان هنا انت مش عارف يا فاهم. لو هعملها تاني بص الفكره نفسها او في اللي جاي دي متماسكه. طب ايه مين هيكسب في الشغلانه دي؟ خش على اللي بعده. خش بقى على ابو ملبن وجاي من عند العبد. الصراحه هو مش هو حد مديله علقه متفتفت على الاخر. عند بلبن الصراحه متماسك. انا بس ايه مش عايز انحاز لحد، ولكن تعالوا ايه طب هات ايه نبدا المره دي ببلبن يا عم. بص انا عندي مبدا ان انا ما بحبش الملبن جوه الكعك، فده وحش، خليني صريح معاك. اللي بعده بس بق شاي كده. وده اوحش من اللي فات وبيكسر خش على بعض. تعالى لي على هبد والاختراعات. الكعك بقى بالبيستاشيو يا ام احمد. اتفرجي يا خالتي اللي المنظر بقى خلاص. الكعك بقى لونها اخضر. ده انا هعمل لكم جمبري بالبيستاشيو اهو. هي يعني تعالى بردك نبتدي من هنا البيستاشيو من بره، هنا تقريبا البيستاشيو اكيد جوه يعني. ايه ده كعك ايجيبت. طعم حلو قوي، طعم حلو عجبني يعني. حاسس ان ايه ده يا ولاد الايه. تعال نشوف دي من جوه. افتحها بس الاول كده عشان ما نقطمش وخلاص. ده بيستاشيو اللي هو ده فستق وده صوص فستق سليم، بس هي تقريبا اتفتفتت خالص فبلاش من دي. ناخد واحد تانية. العبد انا بيتفتفت. يؤسفني اقول لكم يا عزيزي ان للاسف بلبن المره دي عملوا كاختراع حلو. هنا احس ان هو عادي، الزياده بس ان فيه فستق من جوه. هنا عمال يفتكس مش عارف مودينا فين يا زرع انت. خش على بعضه ونخش نقارن الكوكيز يا جماعه. بس الاستاذ هنا مسميه ايه؟ شوكيز. لازم طبعا بلبن يعني انتوا عارفين اللي انا مش عايز اتكلم كتير عشان احنا مش عايزين مشاكل مع الناس. العبد مسميه كوكيز عادي شوكولاته ايه ده؟ زلط زلط. ده مش كوكيز يعني، ده شوكيز فعلا. ده انا عرفت ليه هو سماه شوكيز. ده حاطط زلط يا باشا. ده زلط، ده مش شوكولاته. ده من الناس دي يا جماعه ده تخلي الانسولين في السماء. ده مش كوليسترول، ده انسولين يعني. بمقارنه هات يا عم اكبر واحده هنا عشان بس ما تقولش منها. بص ده زلط، ده شوكولاته. حرام عليك، الانسولين في السماء. نخش يا عم على الهادي ده. حتى في كوكيز العبد يا عم تعبتني والله. هي حلوه مفيش كلام، حاجه العبد جميله، ولكن عندي مشكله ان هي بتقع. معرفش هي العيب في اسناني ولا ايه. انا اخش على ابو زلط ده ايه يا جماعه؟ في ايه ده؟ مش واحده ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه، ده البتاع كله كده. ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا عندكم هم الناس دي بتلاقي الشوكولاته ولا ايه الكلام؟
عند العبد ب 140، عند بلبن 135. وهنا حاطط كميه شوكولاته غريبه. اللي غيظني في حاجه غريبه، انت مش فاكر دي مش شوكولاته؟ يعني لما دقت كده كميه شوكولاته، لا هي شوكولاته. فايه الكميه دي اصلا؟ يعني ايه كميه شوكولاته على الكوكيز دي؟ كده خطر. خش على بعضه، الاثنين حلوين. والبسكوت 125 عند بلبن، 130 جنيه عند العبد. ونسمي الله وغالينا كوبايه شال ايه تكون اللي هي الفريش والفرافيش اللي بتغلي دي، عشان تساعد البسكوتيه خالص. البسكوتيه يحصل لها ايه لما تميل كده؟ تبقى تنهار. على البسكوت بالشاي. غدا فعلا يستاهل المتعه. انتوا ما تعرفوش يعني ايه كوبايه شاي وجنبها بسكوتايه حلوه؟ مفيش كلام ولا غلطه الصراحه. الاتنين هايلين، الاتنين في التغليف حلوين، الاتنين في الاسعار حلوين. بس يا عزيزي منظر بيقول لك انا دايب دوب. الناس دي عايزه مننا ايه؟ عايزين مننا ايه؟ الحاجات دي خطر صحيا. الدكتور قال خف يا هاني يا فوق، خف شويه. الاتنين حلوين مفيش كلام. الصراحه يعني اتنين. انا ما تسيبني شويه استمتع وارجع لك تاني. فين الغريبه بتاعت العبد يا توبه؟ لقيناها خلصانه. بيقول لك لقيناها خلصانه. تعالى يا عم ندوق كده. بس الصراحه اوعى حبيبي ما تجيبش الغريبه في العيد، لان دي بالنسبه لي عارف انت الايه اللي بتخش تعمل ايه؟ فوران. ده قرص فوران. موت. بص من حلاوتها بتعمل ايه؟ انها تلمس اي حاجه تلزق فيها. بس بنت اللذينه اكاد من فرط الجمال اذوب. دي فعلا اللي بتدوب في البق. الغريبه من الحاجات اللي تخش البق تدوب، مش محتاج تدوس عليها بسنانك، تسيبها. هي عباره عن قرص استحلاب بيدوب في بقك. اديله بس بق شاي بقى منطقه بتسيح. اقدر اقول لك ان الاتنين طلعوا حلوين، رغم اني ما كنتش متوقع كده خالص من بلبن. واللي عاجبني ان في البلبن ان الحاجه طالعه سليمه مش متكسره. عند العبد تقريبا هو مبدا ان الحاجه تبقى فروله سن، حتى في القطم كانت باينه. ايه الفرق؟ انا مش ليه هم قاصدين كده وليه قصد بلبن ان هو طلع كل حاجه متماسكه 100%. الصراحه انا كنت متوقع حاجه غير كده، بس طلع تحفه. مش هقدر ارجع لحد. الاتنين بالنسبه لهم ده اكل عيش. و10 من 10 بلبن. الصراحه الحاجه سليمه والحاجه طعمها حلو. والبتاعه دي صعبه قوي. الغريبه دي جامده. 10 من 10. والبسكوت حلو قوي. مفيش حاجه جلت في الاتنين. كان معاك هاني فود، ملك السي فود والمقارنات. والصراحه بلبن يحترم، وانا معاكم المره دي. وخلاص كده احنا حبايب. خش على اللي بعده. هنعمل مقارنات كتير. العيد لسه طويل. الحاجات اللي انت شفتها كلها دي بحوالي 1000 جنيه. روح يا حماتك يا حبيبي الصبح خد لها الحاجات دي ب 1000 جنيه. مش هيحصل حاجه. هتعملها كوبايه شاي بنفس راضيه. دلع نفسك. خد غريبه، خد وراها بق شاي. هتسيح عشان بحب الغريبه قوي. سلام.